هل تريد أن تؤتى الحكمة؟ هل تريد أن تكون رزينا؟ هل تريد أن يكون لك هيبة؟ كلنا يريد ذلك. عليك بإطالة الصمت وقلة الكلام إلا في خير. إن كثرة الحديث والحديث الطويل الذي لا فائدة منه والمراء والجدال ينقص قدرك. بعض الناس لا يتكلم ويجلس المجلس كاملا ويخرج ما جاه مجال، لكن الناس ينظرون إليه منذ أن جلس وحتى خرج بهيبة ووقار وإجلال. وبعضهم من يوم جلس وتكلم في كلمة ثانية سقط من عيون الناس. عليك بالصمت. ونبيك يقول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان أيضا يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.